لا انا عايش عشان امي، ربنا يخليها. يعني هي الدنيا بالنسبه لي امي بس، دعوه منها الدنيا بتبقى احلى حاجه. ربنا يرزقك ويكرمك ويحبب فيك قلبك ويجعل تربي ايديك ده ويبعد عنك الامراض. كل يوم لازم اقولها لك. دعيتيلي يما من كل قلبك، الدواء قبلك ربي استجاب لك، فتح بيبان الرزق لابنك وكبرت من خيرك. آسف يا أمي لو يوم ضايقتك، مع إني عارف يا ما تعبتك، بس ما عنديش أغلى منك، أنا ليا مين غيرك. يوم بعد يوم بكبر قصادك، ولا تبت يوم على احتياجك، شلت الهموم علشان ولادك وعشت لينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي افضل صحه واتم الاحوال. اول حاجه زي ما تعودنا كلنا يلا نصلي على سيدنا النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تاني حاجه بعتذر جدا عن المقدمه اللي شفتوها في الفيديو ده، ان شاء الله اول فيديو اول ظهور لماما معايا في الفيديو، تمام؟ المقدمه دي هتعرفوا قصتها دلوقتي جوه الفيديو ان شاء الله. بس محدش يزعل محدش يتضايق، هو اصلا الحمد لله فيديو مفرح فيديو جميل فيديو مبهج مفيهوش حاجه وحشه. انا بدات لكم كده المقدمه اهو. انا في البلد، جيت البلد عشان عايزه افرح ماما وافاجئها، واتفقت معايا في المفاجاه دي طبعا وفاء اختي فوفا. وفاء يا جماعه عندها قناه على اليوتيوب، للي ما يعرفش هسيب لكم اللينك بتاع قناه فوفا في اول تعليق مثبت، خشوا اشتركوا برضو عندها وفرحوها، ربنا يفرح قلبكم ان شاء الله باذن الله. طبعا انا جيت البلد فجاه، ليه؟ انا عايزه افرح ماما وعايزه افاجئها وعايزه اعمل لها كل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا كلها اللي ممكن تسعدها وتفرحها، وايه الحمد لله ربنا قدرني وعرفت اعمل كده، تمام؟ فانا جيت البلد وكنت عايزه اجيب لماما هديه عيد الام، هي بدري شويه بس انا استغليت فرصه ان لسه الدراسه ما بداتش وكده، وقلت ماما محتاجه ايه؟ بقالي فتره عماله افكر. بصوا، لقيت اكتر حاجه هي محتاجاها غساله. هي عندها غساله بس الغساله القديمه المدوره بتاعت زمان دي، اللي هي تقعد تغسل على ايديها وتشطف على ايديها وتعصر وكده. فانا عايزه ماما تبقى مستريحه ما تبقاش تعبانه في حاجه. فانا قلت اول لما ربنا يكرمني باي فلوس جايالي، بصراحه انا كل عيد ام بعمل جمعيه، يعني انا بعمل جمعيه مثلا قبل عيد الام، وايه بعمل حساب ان انا ان شاء الله السنه دي هجيب لماما حاجه، السنه الجايه هجيب لها مثلا كذا، فاهميني؟ فهو ربنا بيكرمني وبيرزقني في الوقت ده. السنه دي انا ما عملتش جمعيه بس ربنا رزقني من عنده عشان ماما، عشان هي ليها نصيب تفرح، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لها في الوقت ده ان هي ربنا يكرمني عشانها وعشان اجيب لها الحاجه الحلوه اللي هتفرحها او اللي هي محتاجاها. اكتر حاجه هي كانت محتاجاها، كانت محتاجه غساله زي ما قلت لكم ترحمها من الغسل بقى والغسيل قصدي والعصر، وتقعد تعصر وتشطف وتعمل. مهم ان انا خدت وفاء ومحمد اخويا كمان ولفينا لحد ما جبنا احسن نوع غسالة في البلد بحالها، وكمان مش في البلد في بس في مصر كمان. وكمان الحمد لله قدرت ربنا قدرني وجبت لها اكبر حاجة. يعني دي يا جماعة غسالة نص اوتوماتيك، اللي هي باتنين حوض، بحوضين، حوض للعصر اهو وحوض للغسيل. طبعا كل ده هجربه معاكم دلوقتي ورد فعل ماما، وبصوا حاجة غير متوقعة. يعني هو الفيديو كله في اوله كده زي ما انتم شفتوا، على قد ما كانت مبسوطة وفرحانة هي دموعها قريبة، هي ممكن تكون عيطت ان هي ايه احنا ان انا فاجئتها، واخواتي كمان كانوا مشتركين معايا في المفاجأة دي، ومحدش قال لها، وهي فرحت ان احنا اهتمينا وفكرنا فيها وجبنا لها الحاجة اللي هي نفسها فيها. والحاجة والله العظيم يا جماعة ماما عمرها ما قالت نفسي في حاجة، عمرها ما طلبت حاجة. دايما امي من يوم ما ربنا خلقها وهي شقيانة علينا، هي وبابا شقوا علينا وكبرونا وعلمونا ودخلونا كليات وربونا احسن تربية والحمد لله رب العالمين. فامي دي مهما يعني احنا لو جبنا كنوز الدنيا دي كلها وحطيناها تحت رجلها فعلا مش هتكفيها حقها علينا. مش امي بس، كل الامهات طبعا كده. ربنا يا رب يخلي لكم امهاتكم ويفرحكم جميعا ويرحم كل ام يا رب.
و وايه ويبقى ان شاء الله كده عيد جميل وسعيد على الجميع. طبعا انا هنا كانت ماما واقفه، فانا كنت بفرجها الغساله، وبعدين قلت لها تعالي بقى يا ماما انا هعلمك عليها بقى ايه كل حاجه، يعني هقول لك بقى ده بتاع ايه وده بتاع ايه. انا ما اعرفش بصراحه فيها، بس انا قبل ما اجيبها سمعت ريفيوهات كتير جدا 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 عنها لحد ما حفظتها يعني، والحمد لله عرفت اشغلها في لاول مره يعني عرفت اشغلها. تمام. فانا هنا بقى ايه دخلتها يعني عند باب الحمام كده، لان المكان اللي فيه الصرف والحنفيه، وقلت لها ماما بقى تعالي معايا علشان اوريكي هنعمل ايه. بصوا هنا بقى طبعا في اول الفيديو ماما كانت وقت المفاجاه بقى كانت لابسه بقى لبس البيت وكده، فاحنا صورنا كل حاجه بالطبيعه، ما كانش بتحضر لها خالص ان انا اصور ماما في اول الفيديو كده خالص والله العظيم، بس انا حبيت ان انا افرحها وتكون ذكرى حلوه جدا ليها ولينا احنا كمان لما نحب ايه. يعني مثلا انا جبت لها السنه دي كذا، ورد فعل ماما يعني وكل حاجه، والله ما كنتش متوقعه يعني ان هي تعمل كل ده او يحصل كل ده، بس المهم ان هي فرحانه. يعني الدموع اللي انتوا شفتوها دي دموع فرحه، مش دموع زعل ولا اي حاجه. انا عارفه ان انتوا ممكن هتزعلوا، بس من المقدمه، بس صدقوني دي دموع فرحه. والحمد لله ربنا يقدرني دايما يا امي، ويقدر اخواتي، ويقدر كل الناس اللي بتحبك، ان هي تعمل لك كل اللي انت نفسك فيه ونفرحك باي طريقه. يعني ما تزعليش ابدا 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 يا رب، وربنا يدخل دايما الفرحه والسرور على قلبك. طبعا انا هنا بقى بعرف ماما فيها كل حاجه علشان ايه تبقى فاهمه لها. يعني وفاء بقى ساعتها، طبعا وفاء اللي راشقه معايا في الفيديو ده طوله يعني، وفاء قالت لي يا نسمه انا ايه بعرف اشتغل على الغساله دي، لان هي لما كانت في الجامعه كانت في السكن بتاعها كان في غساله زيها، فكانت بتعرف تتعامل معاها. بالمناسبه بقى اقول لكم نوع الغساله وهي كام كيلو وكل التفاصيل بتاعتها هتلاقوها في فيديو وفاء هتنزله ان شاء الله عندها على القناه، توريكم كل حاجه عن الغساله وسعرها اللي هو تمنها يعني، وكمان هي كام كيلو ونوعها ايه، وهل هي عمليه ولا لا او حلوه ولا لا بعد ما غسلنا وعملنا. كل ده ان شاء الله هتشوفوه على الفيديو اللي وفاء هتعمله لكم، وان شاء الله لما الفيديو بتاع وفاء ده ينزل انا هعمله لكم على المنتدى عندي، اشيره لكم عشان تدخلوا تشوفوه. الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوره مبدئيه هي جميله. ماما طبعا واقفه جنبي يا حبيبه قلبي ايه بتشوف بقى انا هعمل ايه او كده. بصوا هي بسيطه جدا في الاستخدام، وده اللي انا قلته لماما. يعني انا قلت لها هي حاجه بسيطه جدا في الاستخدام، بس ما شاء الله يعني هتوفر عليك وقت كبير جدا جدا ومجهود كبير جدا جدا. فطبعا هي الاول لما كانت بتغسل، انا لو صدفت مره ان شاء الله هصور لكم الغساله القديمه اللي هي بتاعت ماما، ناس كتير قوي هتكون عارفاها على فكره. الغساله متعبه، يعني اللي هي انت لو ما تفكري تغسلي عليها لازم تصحي من نجمه من الفجر وتخلصي الظهر. يعني انتوا متخيلين تغسلي غسيل من الفجر لحد الظهر وتاخد قطعتين بس القديمه. وغير كده كمان اللي هو بتغسلي وتطلعي من الغساله تعصري، وبعدين تحطي مثلا في طبق او حاجه فيها ميه تشطفي، وبعدين تاخديه في حله تانية او في حاجه تانية فيها ميه تشطفي تاني، وتطلعي من ده ومن ده وتعصري بقى تالت، وتروحي بقى تنشري الغسيل ما هو مبلول خالص على الحبل. فاهميني؟ فاحنا بقى اختصرنا كل ده. انا قلت والله العظيم من السنه اللي فاتت وانا في بالي، قلت يا رب ارزقني علشان يعني انا ناويه اعمل كذا كذا لامي، فيا رب ارزقني واكرمني برزقها هي. تمام. فالحمد لله ربنا رزقني وكرمني برزقها هي، وعرفت وربنا قدرني وعرفت ان انا اجيبها لها يعني قبل عيد الام كمان. جبتها لها، بس هي هديتها يعني. ماشي. فهنا بقى كنت بوريها بقى يا ماما هنعمل كذا، وده هيتحط هنا وده هيتحط هنا. زي ما قلت لكم كل التفاصيل بقى عن الغساله هتلاقوها ان شاء الله على قناه وفاء. يا ريت يا جماعه تدعموني بلايك حلو على الفيديو ده. وايه وبشكركم طبعا على كل دعمكم ووقفتكم جنبي دايما في الفيديوهات. زي ما قلت لكم كل فيديو لو فضلت اشكركم على الدعم ده اكيد يعني مش هكفيكم برضو حقكم، انتوا ناس كلكم على راسي، ناس محترمه جدا. فطبعا انا مبسوطه جدا ان ده اول فيديو ماما تظهر معايا فيه على القناه. هي كانت مكسوفه جدا على فكره، وحتى انتوا هتلاحظوا في المقدمه بتاعه الفيديو هي كانت على طبيعتها خالص، وفي اثناء الفيديو لما انا كنت بصور مع الغساله يعني وكده، هي يعني كانت اتنشن شويه، بس هي عشان ايه اول مره تظهر على يعني التصوير وكده، وهي عارفه ان انا وفاء يعني عندنا قنوات وبنطلع على اليوتيوب وكده، فهي يعني اول مره. فانا قلت لها لا تعالي اطلعي، يعني ده الفيديو بتاعي يزيد نور، وانا اتشرف بوجودك في الفيديو بتاعي يا ماما. وكمان الناس كمان هتحبك قوي ويعرفوكي ويشوفوكي، هم على طول بيسلموا عليكي ونفسهم يشوفوكي. يعني انا بقول لها والله بقول لها ان انتوا ناس كتير منكم جدا بتقولي سلمي على ماما واحنا نفسنا نشوفها وكده. فهي يا جماعه الحاجه ام محمد اهي اللي وفاء على طول بتقول لكم الحاجه ام محمد، هي دي ماما، ربنا يديها الصحه ويخليها لينا يا رب هي وكل ام.
ويبارك لكم في امهاتكم جميعا وفي عمرهم، ويرحم كل ام يا رب العالمين. والله انا مش الفيديو ده انا مش قصده بيه ان انا ازعل حد او اضايق حد او كده بس خالص. انا بس عايزه اوصل رساله، انت تقدري تفرحي امك باقل حاجه، مش لازم تحوشي وتعملي وتجيبي وكده، اللي ربنا مقدرك عليه اعمليه وهاتيه. تمام. وعيالك الصغيرين لو مثلا لو دخلوا على امك مثلا في يوم زي ده بحاجه بسيطه ان شاء الله، حتى لو بايه يعني بايه ب2 كيلو موز هيبقى حلو جدا. هتبقى حاجه حلوه، هتبقى لفته جميله منك. هنا بقى انا طلعت نشرت الغسيل، بصوا ما شاء الله. طبعا الغسيل ناشف تماما، بس هو بس بيتهوى زي الغساله الاوتوماتيك بالظبط. ما شاء الله، الله اكبر عليها، جميله جدا. يا رب يا امي يبارك لك فيها ويديك الصحه ويبارك في عمرك ويخليكي لينا. ويبارك لك في الغساله يا رب، وتغسلي فيها كده في الفرح والهنا يا رب دايما. طبعا انا هنا ايه كنت بنشر الغسيل، هاخد جزء منه كده وانشره زي ما انتم شايفين على الحبل ده. الجزء التاني ان شاء الله هنشره على الناحيه التانية. طبعا ماما كانت مستغربه جدا انا جايه ليه، يعني انا كنت في البلد من اسبوعين، فايه اللي جابني تاني؟ وعماله يا عيني تقول يا بنتي طب في حاجه حصلت في البيت، طب انت كويسه؟ طب اقول لها يا ماما والله كويسه، ده الكلام ده من امبارح. فقلت بقى عشان ما تقلقش يا عيني اكتر، انا مش هستنى اكتر من كده، لازم على طول النهارده اروح اجيب لها الغساله. يعني انا وصلت يوم الاثنين، يوم الثلاث الغساله كانت في بيتنا الحمد لله. هنا بقى اكمل نشير الغسيل كله. انا عارفه ان الفيديو انا متحمسه له، انا متحمسه له جدا ومبسوطه بيه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم طول ما انا دي وفاء اختي طبعا لازم تبقى طالعه معايا في الفيديو على طول، على طول راشقه معايا في اي حته. على طول ما انا بغسل مثلا في الغساله بقول لها ماما انا مبسوطه قوي، تقول لي يا بنتي ربنا يديكي ويرضيكي، ودعت لي احلى دعوات. وطبعا بابا كمان ربنا يخليك لينا يا بابا يا حبيبي، ويديك الصحه ويبارك لنا في عمرك، وتفضل انت وماما منورين حياتنا ودنيتنا. والدعوات الحلوه اللي انا خدتها منكم النهارده يا رب احنا واخواتي تبقى من نصيبنا.